حصل عليها إغلاق في دخولها من الجمارك، لأن الدولة متجهة للصناعة المحلية طبعًا عشان العملة الصعبة زي ما حضرتك عارف. فبدأنا مش قادرين نستورد، خلاص مش عارفين نجيب الحاجة دي وندخلها من الجمارك، لأن الجمارك طالبة مواصفات جودة عالمية. فمن هنا خلاص البيزنس بتاعي هيقف انا وغيري، فاتجهت ان انا افكر ليه احنا ما نصنعش الحاجه دي، وخصوصا ان الدوله متجهه لكده. وبالفعل قدمت على قطعه الارض اللي احنا واقفين عليها دلوقتي، مقامه على 3 ادوار. الدور الاول خاص بالمخازن وبصاله التعبئه، الدور الاول خاص بصناعه البخور، والدور الثاني خاص بصناعه معطرات الجو والعطور، ودي المرحله اللي هنفتتحها. عامة احنا في شغلنا كله التدوير بتاع المنتج حسب اللي نازل. احنا عامة ولله الحمد يعني ما عندناش منتج واقف، احنا المنتج بتاعنا شغال على طول، فما عندناش حاجة بتتخزن. اللي بينزل شغال على طول، اللي بينزل شغال على طول بيطلع مع المنتج. عامة أول حاجة بعيد عن الحرارة وإشعة الشمس والرطوبة وكده، بس احنا عامة نظام شغلنا اللي بينزل بيشتغل. يعني احنا عشان عندنا تصدير وعندنا إنتاج محلي، فالحمد لله اللي بينزل يمكن أساسا ما بيلحقش يكفي الشغل نفسه بتاع العملاء. نسمع علي خلف احمد، شغال في مصنع بخور. بدانا هنا ان احنا نتعلم واحده واحده. تمام، انا شغال هنا مشرف مكن تعبئه. المكن بتاعي بيعبي البخور جوه الكيس. المكن ده شغلته ان هو بيقلل الاخطاء بتاعه العدد، زائد الكواليتي بتاعتها بتبقى احسن. بدأنا هنا في المصنع طبعا واحدة واحدة، ان احنا لسه مش عارفين اي حاجة في المكان. واحدة واحدة في ناس عندها خبرة علمتنا واحدة واحدة عشان نرتقي بالمكان، والجودة طبعا اهم حاجة في المكان. تمام، المكن بتاعنا الحمد لله بيعمل انتاج كويس في اليوم. ان شاء الله بدأنا ان احنا نثبت رجلينا في المكان. الناس الحمد لله شغالين في منظومة محترمة. المكان الحمد لله موفر لنا كل الحاجات اللي احنا عايزينها.